اكيد وانت بتتصفح اي منصه من منصات السوشيال ميديا، سواء كان انستا او تيك توك او فيسبوك او حتى يوتيوب او اكس، سمعت منشور او بوست او حتى فيديو بيتكلم عن لعبه ريزيدنت ايفل، من اشهر العاب الرعب في عالم الرعب، وده اللي يخلي لعبه ريزيدنت ايفل مميزه عن اي لعبه تانية غيرها. وهنا السؤال بيقول ليه الناس كلها بتحب لعبه ريزيدنت ايفل رغم انها مرعبه جدا يعني الصراحه. السبب الاول اللي يخلي لعبه ريزيدنت ايفل مميزه عن اي لعبه تانية غيرها، واللي هي القصه الجباره اللي هي بتقدمها. يعني بدايه من شركه اسمها امبريلا بتقدم فيروسات تعمل بها زومبي وحاجات وحوش تانية غريبه اكتر يعني، ومهمتك ان انت بس بتحاول تقلل الوحوش دي عشان ما تنتشر البشر العالم كله. هو ده اللي يخلي لعبه ريزيدنت ايفل مميزه عن التانيين. يعني القصه، يعني مش عايز اقول لك القصه قد ايه عظيمه، ومفيش تقريبا اي لعبه رعب تانية لها نفس القصه دي. And I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything down to the last. يعني حرفيا بيرفكت، وشابوه على اللي عامل القصه للعبه دي. السبب التاني الشخصيات الموجوده هناك، بدايه من لين واللي هو بيقول جمل جامده رغم ان الدنيا بتدربك حواليه، لكن هو ما بيفرقش معاه، هذا راجل هو عمك. ولكن اكتر الشخص اللي انا بحبه في اللعبه دي كلها هو ايثان، الشخص اللي هو ما شافش ولا يوم راحه من حياته كلها. انا عملت ايه؟ واكتر طبعا شخصيه مكروهه في عالم لعبه ريزيدنت ايفل مش محتاجه طبعا كلام، واللي هي شخصيه اشلي. طلع لي افاده كامله بتدل على ان شخصيه اشلي دي شخصيه مفيده عامه. يعني هي شخصيه غير مفيده، بتروح تموت نفسها او تروح تخطف نفسها يعني عامه يعني، وانت تيجي تزال الكلب تنقذها. وده اللي خلى الشخصيات الناس كلها تحبها. يعني الشخصيات لها ماضي ولها نقاط ضعف ولها نقاط قوه، وتقريبا كل شخصيه بتعمل اي شيء غلط تقريبا بيكون ليه مبرر. فحرفيا الشخصيات هناك جامده الصراحه، تقريبا كلها تتحب ما عدا اشي طبعا ما تتحبش. وطبعا زي ما قلت لك ايثان ده عمكم كلكم. السبب الثالث الجيم بلاي اللي بتقدمه لعبه ريزيدنت ايفل. يعني هتشوف دور لي كده على جيم بلاي افضل من لعبه ريزيدنت ايفل. يعني تقريبا كل العاب الرعب نفس الجيم بلاي، ولكن لعبه ريزيدنت ايفل تختلف لان الجيم بلاي ممتع الصراحه، غير الجرافيكس الممتع الصراحه جدا، يعني ممتع للعينين. يعني طلعت تقريبا اي لعبه ثانيه نفس الجرافيكس ونفس كل الجيم بلاي والحاجات اللي موجوده في ريزيدنت ايفل، بغض النظر عن الالعاب بتاع الزمان بتاع ريزيدنت ايفل ب 2 جنيه ونص ديت. وانا بتكلم على العاب حديثه زي ريزيدنت ايفل 8 مثلا او ريزيدنت ايفل 7، اي ريزيدنت ايفل من دول كله. السبب الرابع معانا واللي هي الرعب اللي بتقدمه، اللي هو الرعب الفريد. يعني تخيل كده مثلا اي لعبه بتقدم رعب زي ده، يعني لعبه ريزيدنت ايفل الرعب اللي فيها حرفيا بتقدم لك جرعه رعب يعني انها بتخليك تصوت وكل حاجه، لكن حرفيا جرعه الرعب دي بتخليك سعيد بطريقه بشعه يعني الصراحه. وهو ده الرعب اللي انت مستنيه من اي لعبه رعب يعني عامه، هي بتقدم لك رعب حقيقي ولكن مش رعب اي كلام وخلاص. السبب الخامس التطور المجنون للعبه. يعني طلع لي مثلا اللعبه تتطور بالتطور ده بدايه من الجرافيكس بتاعها ب 2 جنيه ونص زي ما انا قلت قبل كده، لغايه ما وصل لعبه ريزيدنت ايفل 9. يعني حرفيا التطور بتاعها مجنون الصراحه، وده اللي خلى اللعبه تتحب الصراحه جامد جدا يعني. وبس دي الاسباب اللي خليك تحب لعبه ريزيدنت ايفل كافضل لعبه رعب موجوده على هذا العالم بتاعنا الجميل. وبس اعتقد الاسباب اللي خليك تطبل اللعبه ديت، وما تنساش اللايك والسبسكرايب، وبس سلام.